بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف بريته وخاتم رسله حبيبنا وطبيب نفوسنا الرسول الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما المولى بقية الله في الأراضين الحجة بن الحسن، روحي وأرواح العالمين له الفدا، وعجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. أسعد الله أيامكم وثبتنا وإياكم على الإيمان والسير على نهج رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين سلام الله عليهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه وعظيم خطابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العلي العظيم. في هذه العجالة في الواقع لا أستطيع أن أدعي أني سأعطي حق هذا الحفل الكريم والمبارك بمناسبة البعثة النبوية الشريفة، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. إشارة بسيطة من أجل أن نحصل على الثقة بوعد الله سبحانه وتعالى. أنتم تعلمون من جملة الأمور التي نمتحن بها في هذا الزمن هو وجود مضلات الفتن، فتسلب منا قوة العزيمة والثقة بالله سبحانه وتعالى. ولذلك ورد في الأحاديث الكثيرة أن كثير من المؤمنين في آخر الزمان قبل ظهور المولى عجل الله تعالى فرجه يرتد الكثير من المؤمنين بالمعنى الخاص، يعني من الشيعة ومن الذين كانوا يدعون الناس للثقافة المهدوية، والسبب لكثرة الفتن وكثرة الشبهات. فلذلك ورد عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قد أمرنا بالكثرة أو بدعاء الغريق بشكل كثير، وهو: يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أنتم تعلمون الإيمان لوحده لا يكفي، معرفة الحق لوحدها لا تكفي، وإنما الثبات على الإيمان أمر مهم، كما ورد في حديث عن إمامنا الكاظم سلام الله عليه، وما زلنا نعيش أجواء ذكرى استشهاد باب الحوائج موسى بن جعفر سلام الله عليه، أن حفظ العمل مهم. أحيانا الإنسان يكسب المال ولكن لا يستطيع أن يحتفظ بالمال، يكتسب الصديق ولكن لا يستطيع أن يحتفظ بذلك الصديق، وأيضا العمل الصالح. فالإيمان أمر جيد أن الإنسان يؤمن بالله، ولكن الاستقامة والاستمرارية والثبات على الإيمان أمر مهم جدا. فمن هنا الآية الشريفة المعروفة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا
يعني ثبتوا ولم يزلزلوا ولم يتراجعوا. كثير ممن آمن في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله ولكن سرعان ما ارتد، ولذلك الرواية المعروفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ارتد الناس ما خلا رواية تقول 3، رواية تقول 5، رواية تقول 7، يعني معدودين بالأصابع الذين ثبتوا على وصية رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا أعزائي، أحببت أن أشير إلى هذه النقطة وهذه المناسبة العطرة التي في الواقع يجب أن نستثمرها ولا نتلف أوقاتكم والدقائق التي نقضيها معكم، حتى يكون لدينا ناتج من الحديث ونستطيع أن نقول بعد خروجنا من هذه الحسينية المباركة أننا حصلنا على شيء. أما أن تكون مجالسنا مجالس روتينية كما يعبر عنها وكلاسيكية، وشوية نظهر الفرح وناكل حلويات ونقرأ الشعر، شيء جيد، ولكن ما هي النتيجة؟ ما هو الناتج من هذا التجمع؟ ووقت الإنسان ثمين. ولذلك أنا عدة مرات قلتها في هذه الحسينية وفي أماكن أخرى، قلت إذا استفدتم من حديثي فثواب ذلك لي ولكم، ولكن إن لم تستفيدوا من حديثي فلست أنا المسؤول. المسؤول من جعل هذه المنصة باختياري، فلا تدعون علي، ادعوا على من دعاني. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون وقوفي أمامكم هنا نافعا لكم دنيا وآخرة إن شاء الله، لي ولكم. غير مسألة الأجر والثواب، أعزائي، نحن في هذه الدنيا خلقنا الله وصنعنا، وكل مصنوع لا يعرف مصلحته إلا الصانع. أنتم تعلمون صانع السيارة، هذه الدابة سابقا بها 4 رجلين، هسه 4 دواليب 4 شروخ، لا يعرف مصلحتها إلا من صنعها. فلذلك عندما تشتري هذه الوسيلة تحتاج إلى دفتر تعليمات، صحيح؟ فلا يمكن أن تستعمل تعليمات من شركة المرسيدس على شو؟ على البيجو، صحيح؟ وأيضا العكس. وإنما هذه التعليمات تأخذها من الشركة، ما تأخذها مني، صحيح؟ تأخذها مني، وإنما تأخذها ممن صنعها. أيضا نحن مصنوعون، نحن مخلوقون، خلقنا الله، والله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم بمصالحنا ومفاسدنا. من هنا نحن بحاجة للدين. الدين في الواقع مفهومها كثير من الناس ببعض الإلقاءات الغير في الواقع الغير الصحيحة. الدين أصبح محصور في الحسينية، محصور في الكنائس، محصور في يوم معين وباسم يوم الجمعة، شهر رمضان أو محرم. أما أن يعيش الدين في كل أبعاد حياتنا، كما ذكرت سابقا، كل زفير وشهيق يجب أن يتطابق مع التعاليم الدينية. لأنه شوف بعض الناس عندما يذهب إلى حرم الإمام الرضا أو حرم الإمام الحسين عليه السلام أو في محرم فتراه يصبح قديسا، ولكن إذا رجع إلى السوق وإلى محل عمله فتراه إبليسا بعينه. ما فائدة هذا الدين؟ هذا ملعبة، هذا مو دين. فمن هنا أقول لا يمكن أن يكون عيد المبعث فقط يوم واحد، وإنما نحن يجب أن نعيش أجواء المبعث، بعثة النبي صلى الله عليه وآله،
بكل أبعاد حياتنا. يعني الدين هو كتالوج الحياة، الدين كتالوج الحياة، كيف تأكل، كيف تشرب، كيف تنام، كيف تمشي، كيف تسمع، كيف ترى، كل ما نريد فهو موجود في الدين. هو عبارة عن نظام الحياة. هنالك كراسات للشهيد السعيد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه، تعبير جميل: الإسلام يقود الحياة لا يقود الممات. مع الأسف نحن نرى متى ما سمعنا تلاوة القرآن من الجيران فنتصور أن صاحب ذلك البيت أصيب بعزاء، أنه إذا فقد عزيزا. القرآن ليس للموتى، القرآن الكريم والتعاليم الإسلامية هي نظام حياتنا بأي بعد من أبعادها. وهذا المفهوم في الواقع مجتمعنا الإسلامي بعيد عنه عمليا. نصدق بالقول نعم صحيح يا سيد ما تقوله، لكنه بالتطبيق كيف؟ هل نحن مع التعاليم ومع النظام الإسلامي في بيوتنا، مع زوجاتنا، الزوجة مع زوجها، الجار مع جاره، مع الأسرة، مع المؤمنين، مع الأصدقاء؟ كل فليحاسب نفسه. فإذا هذا مفهوم الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله. وإلا الناس عايشة الحياة أيها الإخوة ليس هو أن نبقى نتنفس ونأكل ونشرب ونتزاوج ونتناسل وإلى غير ذلك. هنالك إنسان يكون حيا، فرق بين أن يكون حي وبين من يمارس الحياة بشكل صحيح. فالدين الإسلامي يوجهنا هذا التوجه، أن تكون لك ممارسة في الحياة، لا أن تعيش حياة الحيوان. الحيوان هم يأكل ويشرب ويتناسل وإلى آخره. لا، المفروض الإنسان اللي هو أشرف المخلوقات. فلذلك الله سبحانه وتعالى اهتم بهذا الإنسان وجعل له نظاما بكل المجالات. فنحن إذا أردنا أن نعيش أجواء هذه البعثة، أجواء هذه المناسبة، يجب أن نفهم لماذا بعث رسول الله صلى الله عليه وآله. هل لأن الناس ما كانوا يأكلون وما كانوا يشربون، ما كانوا يعيشون؟ الناس كانوا يعيشون ويتاجرون رحلة الشتاء والصيف، وكانت هنالك معاهدات ومعلقات واتفاقيات، ولكن كلها كانت غلط في غلط. أنتم تعلمون أن أولئك الذين كانوا يعيشون قبل الإسلام ما كانت مفاخرهم وأد البنات، بحيث ذلك الإنسان الذي رأى النبي صلى الله عليه وآله يلاطف طفلة بنت. وانتم تدرون عند العرب إذا بشر أحدهم بالأنثى شنو؟ ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وهذا الرجل عندما رأى النبي كذلك يقول: دخلت في الإسلام حياء من رسول الله، من خلق نبينا. لأن النبي جاء في الواقع بثورة، بتغيير لهذا المجتمع الذي كان يفتخر بوأد ابنته وهي حية. فهذا الرجل هو الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وآله: رزقت ببنت، ولكن زوجتي قالت لي أكفيك شرها، أنا دفنتها وهي حية، ما يحتاج أنت تجي. وبعد 7 سنين جاءتني ببنت فقالت: أتعرفها؟ قلت: لا. قالت: هذه ابنتك التي قلت لك أني قد دفنتها. فيقول: قبضت على البنت وذهبت إلى الصحراء وحفرت لها قبرا ودفنتها وهي حية، وأنا مفتخر بذلك.
يعني هذا كان فخر يعتبروه. وأدوا البنات يغزون ويغزون، يعني كان السلب والنهب. تلاحظوا خطبة مولاتنا سيدتنا الزهراء سلام الله عليها عندما تقول لهم بأبي اهتديتم. لماذا اهتدوا؟ لأي شيء؟ أخرجهم من الظلمات إلى النور. فهذا ما نحن بحاجة إليه أيها المؤمنون، لا من أجل أن نأكل ونشرب، لا، كلنا نأكل ونشرب، الحيوانات لم تأكل وتشرب، لكن أن تكون حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. بينما كان أولئك يفتخرون حتى بالظلم. اللي تعلمون الغزو ما هو؟ الغزو هو أنهم يذهبون إلى قبيلة ذهب رجالها ويغزونهم ويسلبونهم، فكان مفخرتهم السلب والنهب. انظروا إلى الأشعار في الجاهلية كيف يفتخرون بالقتل والذبح والسلب والسرقة والنهب، ويعتبروها هذه شجاعة. بينما الدين الإسلامي جاء بمفهوم آخر للحياة، فأصبحت الحياة حياة طيبة. ولكن كيف جاءهم رسول الله؟ بأي شكل؟ بأي نوع؟ أهم شيء مدح به رسول الله صلى الله عليه وآله، لم يثني الباري جل وعلا على نبينا الأكرم لا بصلاة، لا بجهاد، لا بإنفاق، لا بكرم، وإنما قال له وإنك لعلى خلق عظيم. الله عظيم وأخلاق رسول الله عظيمة، والقرآن يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهل حقيقة نحن تأسينا برسول الله؟ لولا خلق رسول الله صلى الله عليه وآله لما آمن واحد من قريش، لكن أخلاقه، سعة صدره، بعد وتحرق النبي صلى الله عليه وآله على قومه. عندما جمع أبو جهل وأبو لهب، جمعوا الغلمان وجمعوا الأطفال والعبيد وأمروهم بأن يرشقوا رسول الله بالحجارة على أساس أنه مجنون، فأصاب حجر جبهة النبي صلى الله عليه وآله فسال الدم على وجه رسول الله. الرواية تقول رفع النبي ثوبه ومسح الدم لئلا تسقط قطرة على الأرض فيخسف الله الأرض بقريش. يعني النبي رحمة بقريش منع سقوط دمه على الأرض، لا محبة لنفسه وإنما محبة لقومه. النبي صلى الله عليه وآله هرب إلى جبل يسمى بجبل المتكأ. هذا الجبل فيه ظل ولكن طريقه وعر جدا. أنا ذهبت إلى ذلك المكان بإرشاد أحد الإخوة الحجازيين، وما استطعنا أن نصل إلى ذلك المكان لصعوبة الصعود في ذلك الجبل. فالنبي هرب ولجأ إلى ذلك الجبل المعروف بجبل المتكأ. هبط عليه الأمين جبرائيل فمسح على جرح رسول الله فالتأم الجرح، وجاء له ببساط من الجنة وأجلس النبي على ذلك البساط كما تقول الرواية. ثم هبطت الملائكة عليه، الملائكة الذين الله سبحانه وتعالى أوكل أمر الخلق لهم، ملك الهواء، ملك الشمس، ملك الأفلاك، كل الملائكة هبطت على رسول الله. فقال جبرائيل يا محمد العلي الأعلى، اللهم صل على محمد وآل محمد، العلي الأعلى يقرئك التحية والسلام ويقول لك هذه ملائكة ربك أمرت بأمرك فأمرها تجعل عاليها سافلها.
يعني بس يردون ضوء أخضر من النبي، إشارة بسيطة، ويخسف الله الأرض بقريش ويقلبها مثل ما فعل بقوم لوط وغيرهم من الأقوام. ولكن النبي قال: ملائكة ربي أمرتم بأمري؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: دعوني وقومي فإنهم لا يعلمون أني نبيا فيهم، رحمة بهم ومحبة لهم. هكذا كان نبينا الأكرم، وهكذا كان النبي يحنو على قومه، وهذه صفة من صفات رسول الله صلى الله عليه وآله. الأمة الوحيدة التي لم ينتقم منها نبيها هو نبينا الأكرم، لذلك سمينا بالأمة المرحومة، مرحومة من رسول الله صلى الله عليه وآله. ولم يكتفي بذلك أنه ما دعا على أمته، بل طلب من الله أن يأذن له بالشفاعة لهم، للمذنبين منهم. فإذا أعزائي، علينا أن نتفهم أن النبي صلى الله عليه وآله في الواقع كان هدفه هو إحياء هذه الأمة، إحياء هذه البشرية. أحيانا الإنسان تكون فيه علائم الحياة ومخليه في العناية الفائقة، فإذا سألت الطبيب فماذا يقول عنه؟ يقول إنه حي وليس بميت، لكن هل يمارس الحياة بشكل صحيح؟ فنحن كثير منا حالنا حال من يكون بالعناية الفائقة، تشوفه يتنفس، يعاين، يتكلم، لكنه لا يمارس الحياة. فالحياة أيها الإخوة الحقيقية هي التي تتطابق مع التعاليم الإسلامية، لكن بأي شكل، وذلك بوصية من رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث الثقلين المعروف لدينا جميعا: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. فهذا القرآن هو القرآن الصامت، وعلي والأئمة سلام الله عليهم من نسله الاثنى عشر كلهم هم القرآن الناطق. إذا أردنا أن نتعرف على الدين حقيقة لابد وأن نتعرف على مدرسة أهل البيت، لا بشكل سطحي وإنما بشكل عميق. علينا أن ندقق في هذه التعاليم ونتفقه، على قول بعض أساتذتنا، أن نتفقه في أحاديث أهل البيت، لا أن نمر بها مرور الكرام. علينا أن ندرس هذه الثروة العظيمة، هذا الكنز العظيم الذي تركه لنا أهل البيت. ولذلك نحن نفتخر بأننا لدينا نبيا معروف الصفات، وله كما يقال هوية شخصية كاملة تامة، بخلاف الأنبياء الآخرين. وانتم شوفوا الأنبياء الآخرين لا يعلم لهم هوية متكاملة حتى عند أولئك من جاءوا بشريعة لقومهم، لكن نبينا الأكرم ببركة وصيته بأهل بيته بقيت لنا هذه الآثار. فعلينا أن نترك السطحية، وعلينا أن نتعمق من أجل معرفة حقيقة الدين وحقيقة الشريعة. فإذا نرجع إلى أصل موضوعنا الذي أشرت له في الآية الكريمة، حيث جل وعلا يقول: هو الذي أرسله، هو الذي، مو أنتم انتخبتم. هل سمعت أن نبيا ينتخب أو إماما ينتخب؟ لابد أن يكون من الله كل شيء. هو الذي أرسل رسوله بالهدى لهداية الناس ودين الحق. لماذا؟ لأن هنالك أديان وهنالك تشريعات، وكل يدعي لنفسه أنه يعبد الله، حتى من يعبد الأوثان يدعي أنه يعبد الله. ومع الأسف بعض الإخوان إما
مسامحة، وإما في الواقع بسبب الجهل يعبرون عنها بالأديان السماوية. نحن ليس لدينا أديان، عندنا دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. ما قال إن الأديان عند الله الإسلام. نعم هذه شرائع، وفرق بين الشرائع وبين ماذا؟ وبين الدين. فالدين عند الله واحد. ما جاءت كلمة الدين في القرآن لا بصيغة المثنى ولا بصيغة الجمع، وإنما جاءت بصيغة المفرد، إن الدين عند الله الإسلام. وليس عندنا، ليس ما نستسيغه، ليس ما نتذوقه. أنتم تعلمون عند ظهور المولى الدين ربما الذي يأتي به لا نستسيغ الكثير من سلوك المولى. لذلك كثير من الناس من يعترض على الإمام لأنه يحكم بماذا؟ بعلمه، كما كان يعمل الخضر بعد عندما صحبه موسى على نبينا وآله وعليهم السلام، عندما خرق السفينة قتل الغلام وأقام الجدار. فالعدل الحقيقي، لأن الآية ماذا؟ الحديث الشريف ماذا يقول؟ يملأ الأرض ماذا؟ قسطا وعدلا. القسط هو العدل الظاهري، ولكن العدل هو العدل الإلهي، والعدل الإلهي لا كما نشتهي ولا كما نرى. هنالك أمور كثيرة نحن لا نستطيع أن ندركها، هنالك أمور خارج عن قدرتنا وخارج عن قدرة فهمنا لذلك، كما ذكرت الخضر. هذا هو العدل الإلهي. فالمولى يأتي ويحكم بعلمه، كما أذن الله لنبي الله داود فقط، ولم يأذن لنبي غيره. حتى نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله كما ورد عنه أمرنا أن نحكم بالظواهر، ولكن النبي داود حكم بعلمه. وأيضا الثاني هو مولانا المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. فأعزائي، علينا أن نتأقلم مع الدين، لا أن نجعل الدين كما نشتهي وكما نهوى ونحصره في نقطة جغرافية معينة، كما فعل المسيحيون وغيرهم، حصروها في نقطة جغرافية معينة وهي باسم الكنائس. ونحن اليوم هم نرى كثير من المسلمين عندما يدخل المسجد وتشوفه قديس، لكن في السوق أيضا، في البيت أيضا، في بقية أبعاد حياته تراه بعيد عن كل شيء، وبالأخص عن الدين. فإذن علينا أن نتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن تكون لدينا قوة عزيمة وثقة بالله. فذلك النبي موسى على نبينا وآله وعليه السلام عندما ذهب إلى فرعون عليه مدرعة من صوف، كان رجال راعي غنم، ووقف أمام فرعون الذي ادعى مو بس الربوبية، قال أنا ربكم الأعلى، يعني ليس فوقي رب، أنا ربكم الأعلى. وقف أمامه وقال أسلم تسلم. والله لو يجينا واحد هالشكل ما نضحك عليه؟ فلذلك يقولون الآية تقول فضحك فرعون، قال هذا لو يجيني عليه شوية ذهب، ملابس حلوة، حرير، مرتب حاله، شو جايني واحد راعي غنم وبيده عصاية ويقول لي أسلم تسلم، يقول لك منو أنت كذا. لكن انظروا من الذي انتصر، من الذي انتصر؟ طبعا الذي انتصر هو موسى، لأنه دعا إلى الله. واعلموا الشيء الذي يكون لله خالصا، الحديث الشريف عنه صلى الله عليه وآله يقول ما كان لله ينمو. المهم أن يكون لله لا من أجل النفس. فلذلك نبينا الأكرم ما جاء من أجل نفسه، ما جاء من أجل أن يحترم. أنتم تلاحظون الآن الكلام يجر الكلام،
ولا أريد أن أطيل إن شاء الله، دقائق وأخلص. عندما نجلس في بعض المجتمعات بعض الإخوان يقول سيدنا قبل الثورة كان رجل الدين محترم، الآن رجل الدين مو محترم. أولا من قال لكم ذلك أن رجل الدين ما كان محترما؟ لا، احنا شفنا إهانات إلى ما شاء الله، إضافة إلى سجن صدام وإلى العذاب وإلى الكذا والساواك والمسائل، إضافة إلى أنهم هنا كانوا ينظرون لرجل الدين أنه غسال موتى. يعني يتذكر سماحة السيد أستاذي الأخ الكبير سماحة السيد محمد تقي أول مكان عندما ذهبت والدتي لتخطب لي زوجة، فأبو البنت سأل يابا هذا الولد اللي تردون تخطبوا له بنتي شنو شغله؟ قالوا طلبة. قال يعني أنا أعطي بنتي المردشور؟ يعني واحد يغسل موتى؟ هذه كانت النظرة لرجل الدين. أما أن يكون رجل الدين في الواقع معلم للأمة، قيادي ذا بصيرة ويبصر الناس ويبصر العالم، ما كانت هذه النظرة موجودة. رجل الدين يصلي على الموتى، يغسل موتى، يعقد، يطلق إلى آخره. بينما اليوم أصبح رجل الدين يغير سياسة العالم بأجمعه. الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، نحن إلى الآن قال لي بروفيسور في إحدى الدول الأوروبية هو غير مسلم، قال أنتم لم تعرفوا هذا الإمام إلا بعد 100 سنة، ستعرفون ماذا أثر في العالم، ولذلك الحرب قائمة عليه وعلى فكره حتى بعد وفاته. وهكذا اليوم تعلمون أن الحسين سلام الله عليه قد استشهد، أئمتنا استشهدوا، لكن لماذا نمنع من إقامة العزاء عليهم؟ لماذا صدام كان يمنع المسيرة الأربعينية؟ لماذا كان يمنعون المراسم الحسينية؟ لا يمنعون الرقص، لا يمنعون كثير من التجمعات، ولكن يمنعون ذكر الحسين، لأن النبي وأهل البيت منهج، والمنهج ما يموت مستحيل. لماذا؟ لأن الإسلام سفينة، والكابتن لهذه السفينة القبطان كما نقول هو الله سبحانه وتعالى، فمن ركب هذه السفينة نجا، ومن تخلف عنها غرق وهوى، وليس رسول الله هو القائد. الآية ماذا تقول؟ وما محمد صلى الله عليه وآله إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. تصورون إذا مات النبي أو إذا قتل النبي سينتهي الدين ويموت الإسلام؟ مستحيل. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. أفي الله شك؟ ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. لذلك أيها المؤمن لا تأخذكم في الله لومة لائم، لا تخافوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. نعم نذبح، نقتل، نشرد، نهجر، نعذب، نسجن، ولكن كلمة الله هي العليا بإرادة من الله. وهل يستطيع أحد أن يقف أمام إرادة الله؟ فلذلك أعزائي لا نفقد ثقتنا بالله سبحانه وتعالى. بعض المؤمنين يراني ويقول سيدنا شنو الأوضاع شلون راح تصير؟ أنا ما عندي علم غيب، لكن عندي ثقة بالله. أقول وعسى، الآية تقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. انظروا للحوادث، انظروا لما حدث حولنا من مكائد ومن مخططات جهنمية، لكن اعلموا كلها في صالح دين الله وفي صالح الإسلام، سواء من داعشها إلى قاعدتها إلى طالبانها وإلى جولانها ومولانها وإلى آخره. اعلموا أن ذلك كله يصب في مصلحة الدين. الله لديه مخطط، الله لديه برنامج، الله عنده مشروع
لابد وأن يتحقق هذا المشروع، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وصدق الله العلي العظيم. انظروا نبينا الأكرم سموه بالفقير واليتيم وحاربوه، وكان وحيدا وكان فريدا، لكن انظروا اليوم لم يبق مكان في العالم إلا ويعلو هذا الصوت وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد. واعلموا أيضا أن اليوم التشيع أيضا هو في خير، وهذا ما أراه شخصيا وما أعيشه شخصيا. الآن كثير من الذين كانوا يروننا ويعتقدون بكفرنا ويرون وجوب قتلنا وذبحنا، لكن بالحوادث الأخيرة التي حدثت هنالك الكثير من الناس قد تبنى التشيع من دون أن يذهب إليه شيخ أو سيد أو يعلمه أحد. هذه إرادة الله. هنالك حوادث كثيرة تحدث، وهنالك بعض الإخوة طلب مني مرة من المرات أن أحدثه عن بعض الخواطر التي كنت أمر بها وتكون وتحدث. أنا أذكر بس هذه القضية وأنهي حديثي، وأقول لكم اعلموا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي في الواقع بيده زمام الأمور، والله سبحانه وتعالى هو الناصر وهو المعين، ولكن شرط أن تصدق وأن تستثق بالله سبحانه وتعالى، فلا تأخذكم في الله لومة لائم. كنت في إحدى الدول الأوروبية، جاءني شاب في شهر رمضان قال لي أنا تعرفت على بنت، وهذه البنت أبوها سلفي، ولكن أنا اشترطت عليها أن يكون العاقد لي رجل دين شيعي، لأن هو شيعي متشيع يعني. فقلت له يا عزيزي أنا مالي خلق، يعني لا أريد أن تعمل لنا مشاكل، هذا سلفي أبوها، فهذول مصيبة ذولا، لأنه جهل ولا يفهمون شيئا من الدين، شكليات الدين ظواهر الدين يفهموها. قال لي خلاص لا ما في مشكلة. الحاصل بعد صلاة العصر ذهبنا إلى دارهم، دار البنت، وكان أبوها موجود. طبعا بصعوبة رد علي السلام ومن دون احترام ومن دون أن يقوم لي أحد أو يرحب بي أحد. فجلست، فعرفني خطيب البنت، عرفني هذا أبوها، هذا أخوها، هذا خالها، هذا عمها، وتلك أمها وتلك أختها. والبنت ما كانت محجبة، كانت مخلية فرد مثل ما يقولون ربط على رأسها. فعموما سألت الأب وهو سلفي، تعرفون شكل السلفية شلون، وجه سجن وقفا مستشفى. فسألته قلت له أنت أب لهذه البنت؟ قال نعم. فقلت له أنت راض بهذه العلقة، يعني أن يتزوج هذا الشاب معها؟ قال شو أسوي؟ لا خيار لي، نحن في بلد أوروبي وغربي، لا سلطة لي على ابنتي. قلت له كلا، إذا أنت غير راضي أنا عقدي يكون باطل، حتى لو أعقد عقد الزواج العقد باطل، لأن البنت الباكر لابد من إذن زوجها. هذا فتح عيونه وصار يقول لي شون كيف احنا في بلد الغرب وكذا. عموما بدأت، قال رسول الله، قال الصادق، قال الباقر، مقام الوالدين إلى آخره. هذا صاحبنا انفق وجهه وصار يتبسم، قال لي يعني هذا الولد عادل، اسمه عادل، هذا يعني يتربى عندكم بهذا التربية بهذا الشكل؟ قلت له نعم. طبعا هذا ما سامع صادق باقر كذا، وين سامعين؟ فثاني يوم الحاصل ما أطول عليكم، عقدت العقد برضا الأب. قال لي ما دام أنتم هكذا تربونهم فأنا راض بهذه العلقة. ثم من بعد ذلك الحاصل ثاني يوم أنا جالس بالصلاة في المركز، وإذا أرى هذا صاحبنا جاي، هذا السلفي دخل علينا، فأنا تصورت هذا، أسأت الظن به، قلت هذا جاي يخرب الشغلة. فرأسا قلت للمؤذن ارفع الأذان، وأنا قمت أصلي نافلة ولكن ما أخذ حذري
لأن تعرفون وضعنا هناك مو وضع سليم من دول السلفيين. فبعد ما انتهينا من صلاة الظهر وهو وقف يصلي معنا، وطبعا على معتقده مع التكتف وإلى آخره، ثم جاءني بعد الصلاة فسلم علي بلهجة خاصة: سلام عليكم يا شيخ. قلت له: نعم عليك السلام، تفضل. قال: علمني المذهب. قلت له: أي مذهب؟ قال: مذهب أهل البيت. علمني مذهب أهل البيت. أنا حقيقة ما كنت أسأت الظن به، بالعكس. فهنا تيقنت من حديث الإمام سلام الله عليه: لو علموا محاسن كلامنا، شو سامعين هذا الحديث، لاتبعونا. مجرد أن رأى أخلاقي، سعة صدري، وكلام أهل البيت سلام الله عليه، فتأثر بذلك ودخل إلى المذهب وتشيع. والحمد لله هنالك الكثير الآن من مثل هؤلاء بالآلاف، واعلموا أن أولئك ربما يسبقونا، ومستعدون أن يضحوا بكل غال ونفيس من أجل الدفاع عن مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الإيمان، ويرزقنا المعرفة الحقيقية للدين وللإسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله، وكل عام وأنتم بخير.